هل أنت مستواك A1 ولا A2؟ مش يمكن يكون B1؟ لو أنت بتدرس ألماني من البيت وعايز تعرف أنت مستواك كام أو مش متأكد من مستواك، تعال أقولك كل مستوى بيتميز بإيه. مبروك، أنت كده خلصت مستوى A1. دلوقتي أنت بقيت بتفهم وتستخدم الجمل اليومية البسيطة جدا، بتعرف تعرف عن نفسك وتعرف عن الناس التانية، بتعرف تسأل أسئلة شخصية وتعرف تجاوب عليها، زي مثلا أنت منين، ساكن فين، عندك كام سنة، وهكذا. وبالفعل انت كده بدأت تعرف تتواصل مع الناس بس اللي بيتكلموا بشكل بطيء أو مبسط. مبروك، انت خلصت مستوى الأدزفاي، بقيت بتفهم وتتكلم في مواضيع يومية زي المستشفى أو التسوق أو العيلة أو حتى الشغل أو العمل. بتعرف تكون جمل مركبة وقواعدها عالية شوية، بتقدر تدير حوارات بسيطة عن نفسك، احتياجاتك أو دراستك، وبتتبادل المعلومات بسرعة في المواقف الروتينية. ها، وصلت لمستوى الB1؟ ألف مبروك، انت كده بقيت بتفهم النقط الأساسية في أي كلام عن الشغل أو الدراسة، وبتقدر تعبر عن رأيك، أحلامك، أهدافك، وبتعرف تحكي عن تجاربك الشخصية بترابط. بتعرف تسلك في أغلب المواقف اللي بتواجهك وانت مسافر، وبتعرف تشرح أسبابك وخططك المستقبلية بطريقة مبسطة ومفهومة للي قدامك. خلصت مستوى الB1، يبقى ألف مبروك، انت كده عديت الطريق الصعب، لسه فاضل المستحيل. ما تقلقش مفيش حاجة مستحيلة. جت دور على البيتزفاي واللي من بعده بتبدأ تجيلك فرص العمل. في مستوى البيتزفاي بتبدأ تفهم مواضيع معقدة ومناقشات متخصصة في مجالك، وتفهم الأفكار العميقة سواء كانت ملموسة أو خيالية. تتكلم بطلاقة وتلقائية مع أي حد من غير أي تعب، وتقدر تشرح وجهة نظرك في أي حاجة حواليك وتحلل مميزاتها وعيوبها بكل وضوح. وعلى فكرة دوت مش كلامي، ده كلام معهد جوتا. لو حابب تعرف تفاصيل أكتر فممكن تلاقي كل التفاصيل على الموقع بتاعهم. قولي بقى أنت في أنهي نيفو دلوقتي؟